مساء الخير. مع سؤال جديد خطير شوية وإجابات مختلفة، مفيش فيها صح ومفيش فيها غلط، وكمان هنستنى رأيكم معانا. السؤال بيقول: لو بعد ما عرفتوا بعض وخلاص هترتبطوا اكتشفت أو اكتشفتي إنه في عيلته مرض نفسي وممكن يورث بنسبة كبيرة، هتكمل أو هتكملي ولا لأ، وهتعمل ده ازاي؟ أول إجابة بتقول: لو هو كويس معايا وبيحبني هكمل، ولو حصل حاجة هجيبهولك تعالجيه. خدي ده صلحيه وشوفي هيتكلف كام ومش هنختلف. إجابة تانية بتقول: لو بنحب بعض أكيد هكمل، بس أهم حاجة إنها تيجي الأول. لو عندها حاجة ومعترفة بيها، أهم حاجة إن أنا هدعمها، وخصوصا إن درجة المرض النفسي ممكن يأذي اللي حواليها برضو، بس أنا هعرف عشان متابع الفيديوهات. شكرا جزيلا لمتابعتك. في إجابة بتقول: موضوع الأمراض الوراثية ده صعب، إذا كان الشخص ده مهم جدا بالنسبة لي ممكن نتفق على عدم الإنجاب. الريبلاي بيقول: طيب في تحاليل وراثية أكيد ممكن تعرفي عنها ويكون لها دور. فهمت إن السؤال عن شيء مثبت، التحاليل للتأكد من وجود المرض، وبما إنه مريض فعلا أو في تاريخ عيلته مرض فكده مش محتاجين للتحاليل. لو في إمكانية تحاليل جينية تبين نسب حدوث المرض في الأطفال أو اختبارات للجينات مثلا، ممكن ده يحصل مستقبليا. وفي إجابة بتقول: الخوف مش من اللي في عيلته، الخوف مني أنا. وريبلاي بيقول: يا ستي انت مقدور عليكي، انما في حاجات بعد الشر خطيرة وممكن تتورث بنسبة كبيرة، اوقات ما يتعرفش الا لما الموضوع يبقى خلاص في الخطوات الاخيرة، وفي الحالة دي القرار مش سهل. هو عموما معتمد على ان الجواز في اي سن، لو بعد ال40 فالمشرحة مش ناقصة قتلة، ولو قبل كده فالموضوع خطير ويستحق التفكير. إجابة كمان بتقول: نعرف ايه هو المرض الأول وبعدين نتكلم. وإجابة بتقول: لا مش هكمل لو في مرض خطير، ممكن يكون الموضوع قاسي على الطرف التاني لكن مش هتحمل يكون عندي طفل مريض باختياري. وإجابة بتقول: الأمراض النفسية تقريبا عندنا كلنا، بس في أمراض نفسية بتكون أصعب من غيرها، ولو اللي عندهم حاجات كريتيكال قوي أو ما شابه ممكن نروح نعمل تحاليل وراثية ونشوف النسبة، لو وصلت ل50% مش هقدر أكمل. أعتقد إن الموضوع سيريس أكتر من أي مشاعر مستحوذة علينا، وفكرة إني أجيب ولاد للدنيا يعانوا من حاجة ملهمش ذنب فيها، حاجة مش هحبها تحصل بعلمي وموافقتي لمجرد إني بحب شخص. وإجابة تانية بتقول: بيني وبينكم مفيش حد غريب، أنا رأيي عكس كده تماما. والريبلاي بيقول إن ده ينتمي لجروب I can fix the world، أنا أقدر أصلح العالم. إجابة كمان بتقول: لو فعلا هو كويس هتغاضى عن الموضوع، لأن ياما ناس كويسين وبيجي الطفل تعبان، المهم بجد يكون بيحبني. الأهم بقى إنه لو اتجنن له أنا كمان، بس لو بحبه، وأكدي قوي على لو بحبه. ومعانا إجابة بتقول: لو بنحب بعض هكمل، لو مش بنحب بعض ممكن نعمل تحاليل ونشوف. افرض ان انتوا بتحبوا بعض، ايه اللي يمنع ان انتوا تعملوا التحاليل دي؟ علشان لو طلعت حاجة تزعلنا هتبوظ حياتنا طول العمر ونعيش في قلق، والجهل احيانا نعمة. مش بدل ما الطفل يتظلم؟ كلامك منطقي برضو، واحيانا الحب بيعمي او بيشل التفكير. اكيد انا عارف انه مفيش اجابة ثابتة او صح او غلط، والاختيارات والقرارات بتختلف بين الناس. إجابة بتقول: هنبوظ الإصدار الجديد مننا والبلد مش ناقصة مرضى. ومعانا إجابة بتقول: لا طبعا، من الأفضل عدم الاستمرار، لأن حرام أنجب أطفال أعزفهم في الدنيا وأنهي العلاقة بدون جرح للشخص. ومعانا إجابة قاطعة بتقول: لا، يعني مش هتتناقش حفاظا على الدي ان ايه البشري لأجيال الغد. وإجابة كمان بتقول: الحكم آخر الجلسة ده فيلم مهم جدا ناقش القضية دي وحسمها، حتى لو بحبه مش هجيب أطفال أجني عليهم، وضحت بالطفل مع الاحتفاظ بوجوده في حياتها. هي ما تنزلتش عنه برغم إنها مش هتكون أم. تاني جروب I can fix the world. وإجابة تانية بتقول: هكمل عادي أيا كان المرض الوراثي، لأني ضد الإنجاب في المطلق فمش هتفرق. وفي هنا شخص بيسأل: هي الأمراض النفسية كمان بتتورث وزي إيه مثلا؟ الحقيقة أيوة، في عامل وراثي وعامل كبير للجينات في حدوث الأمراض النفسية، إلى جانب طبعا عوامل البيئة والتربية وعوامل تانية ممكن تحصل زي الأدوية أو تعاطي مخدرات. زي إيه؟ زي الأمراض الذهنية، منها الفصام والاضطراب ثنائي القطب، وامراض تانية نفسية زي الاكتئاب او اضطراب الشخصية الحادة مثلا. دي كانت بعض الردود والاجابات اللي معانا، ويا ريت انتوا كمان تشاركونا برأيكم، مستنيينكم ومع سؤال جديد.